وتحديدا ببلدية العوانة أين يقع شاطئ برج بريدة التي تمتزج فيه زرقة المياه باخضرار الغابة قبالة، واحدة من أقدم وأعرق المنارات في البحر الأبيض المتوسط. خدمات مميزة ونشاطات ترفيهية ورياضية متنوعة كلها مزايا جعلت هذا الشاطئ قبلة مفضلة للمصطفين من داخل وخارج الولاية. نتعرف عليه في روبورتاج صالح حميان. شاطئ برج بليدة بالعوانة أزرق يداعب أخضر الجبل بعين، وعين أخرى على منارة العافية إحدى أهم منارات البحر المتوسط. لا بلاج مليحه ماشي غامقه بزاف، يقدروا يعوموا فيها الدراري. المناظر ثاني مليحه تاوعها، وشاطئ محترم يعني الحق في وماشي غامق، قدرنا نعوموا فيه وعجبنا بزاف. بيان مليحه منظمه لاباس، بلادنا مليحه، بلاد مليحه ما كيما نقولوا، فيها الاحترامات، فيها لاباس الحمد لله. شباب تكاتفت جهودهم من أجل نظافة الشاطئ واستقبال المصطفين. شاطئ عائلي نظيف محترم كما راكم تشوفوا، محروس كما رانا خدامين هنايا، كل دار كما خدام هنايا في البيبليك، خدام هنايا في بلاصه هذه هي، انا كاع خدامين خوا كل عشيه لايموا بعطانا نقوموا بتنظيف الشاطئ في الحاويات وراميين في الكمامه، والزوار راهم فرحانين. رانا كل يوم نستقبلوا هنايا حوالي 2000 حتى 1000. وككل الشواطئ له رواده الذين ألفوا أزرقه النقي وغروب شمسه المثير. كل عام حنا نقصدوها ديما الجيجله ديما وقت عوايل، كما نقولوا حنا ما تخممش خلاص جيب عائله تاكلها شتا تلقى وحدها مليحه الكيف، واحسن ضيافه ضيفوك كلها هنا، ربي يبارك الكيف. هو واحد من شواطئ العوانة أكثر المناطق استقطابا للسياح، ما يميزه أنه قريب لحي يعد محطة للمصطفين، والأجمل أنه على بعد أمتار من حديقة الحيوانات والتسلية. إلى هنا مشاهدينا نأتي وإياكم إلى ختام نشرتنا المحلية. إلى التذكير بالعناوين: لقمة الغيش في حر الصيف، معاناة أصحاب المهن الشاقة تحت وهج الشمس، والعين كانت من الغواط.